نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين. عليكم أن تفتخروا يا أهلاويين بهذا النادي، وعلى كل من لا يحب الأهلي أن يرفع له القبعة. العرب كل العرب يفتخرون بك أيها الكبير ويثقون بك، لأنك من جعلت لإفريقيا كلمة وهيبة في المونديال. كيف لا وهو نادي القرن الإفريقي صاحب العشرة تشامبيونز ليج من أصل 32 مشخصر في 22 لقاء. كرة للريال، أكيد أن يحقق الإنجاز التاريخي لأول مرة. وصل الأمين توني كروس يلعب كرة أمامية، ولكن الشناوي يخلص. تعود المحاولة لمصر. رودريجو يا سلام، عدى يا سلام، جميلة، والكرة إلى صافرة وخطأ لمصلحة ريال مدريد. جميلة محاولة خطيرة، رودريجو إلى خارج أرضية الملعب يخلصها، يبكر قدام، يا سلام، جميلة المحاولة، خطرة، الله يا شريف، انظر بكثافة لمساندة الأهلي المصري. محاولة 4 مرات، شوف المحاولة خطيرة، والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. في هذه اللحظات المحاولة للملكي خطيرة، ولكن الشناوي يخلص الكرة على طول. الكرة تبعد من محمد الشناوي، عرضية تصل بالراس، تعدي خطيرة بالجول. الله يا ديرة للريال، فينيسيوس، الله هذه حتى بالجول، خطيرة. الله على الكرة يا أهلي، الكرة تصل، متابعة من لاعب الأهلي، الكرة تعود، تصويبة خطيرة من تشواميني، الكرة لا تعود، خطيرة للريال. الله يا رودريجو حسين، عدى حسين، يا سلام، يلعب كرة مش معقول. الله يا حسين، محمد هاني شريف استلعب كرة خطيرة للأهلي، عدى، ازعاج كبير، يلعب كرة عرضية إلى خارج الملعب. حسين الشحات يحاول، فينيسيوس جونيور يلعب كرة أمامية، ولكن خطأ كبير، الكرة بالجول، جول كبار، جميلة في الجول. الله يا الشناوي أمام الجول، لونين معلول، جول. الأهلي يسجل، يلعب كرة عرضية بالراس تعدي، ولكنها سهلة إلى فتحي. الشحات يلعب كرة عرضية أمام الجول، يا الله، يا لا من كرة يا مجدي، يا لا من لمسة يا أفشة إلى خارج أرضية الملعب. لتنفيذ الكرة الثابتة، لوكا مودريتش، لم تطوى صفحات المباراة. الشناوي يتألق، برافو يا شناوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم متابعينا الكرام في فيديو جديد من قناتكم، قناة المراسل الرياضي. بإذن الله في فيديو النهاردة هنتعرف مع بعض على موعد المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال السوداني، وذلك في بطولة دوري أبطال أفريقيا. وكمان هنتعرف مع بعض على القنوات الناقلة للمباراة وإحصاءات المواجهات بين الفريقين. بس طبعا وكالعادة، وقبل ما نخش في التفاصيل، يا ريت كلنا نصلي على سيدنا محمد. ولو انت من عشاق كرة القدم فيا ريت تشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ينتظر عشاق كرة القدم المباراة المرتقبة بين الأهلي والهلال، وذلك في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. ويحتضن استاد ملعب الهلال هذه المواجهة، وذلك بإذن الله في يوم السبت الموافق 18 فبراير في تمام الساعة 2 مساء بتوقيت تونس، 3 مساء بتوقيت القاهرة، 4 مساء بتوقيت مكة،
5 مساء بتوقيت أبو ظبي، وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس. وكانت إحصاءات المواجهات بين الفريقين هي كالتالي: التقوا في 4 مباريات، فاز الأهلي في مباراتين وتعادلوا في مباراتين، وكانت أعلى نتيجة بينهم هي 2-1 لصالح الأهلي. وأما مستوى أداء الفريقين في آخر 5 مباريات فهو كالتالي: بالنسبة للأهلي فاز في ال5 مباريات جميعا، أما الهلال فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين. واستنوا ملخص المباراة فور انتهائها على قناتنا بإذن الله تعالى، وكمان مستني توقعاتكم لنتيجة المباراة في التعليقات. وفي النهاية ما تنساش لو عجبك الفيديو تضغط لايك وتشترك معانا في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.